السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي خواتاتي، مرحبا بكم معايا في هذا الفيديو اللي غادي نحكي لكم فيه قصة واقعية، قصة حقيقية. قبل ما نبداو نصليو على خير من وطئت قدمه الترى، محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. تنتمنى أنكم تكونوا بأحسن حال إن شاء الله، وهذا هو أهم شيء. قبل ما نبداو في تفاصيل هذه القصة، قصة اللي هي غريبة، قصة غير مفهومة، قصة عجيبة. قبل ما نبداو في التفاصيل ديالها، ما تنساوش أنكم تدعموا هذا الفيديو باش يوصل لأكبر عدد من المتابعين. نبداو قصتنا على بركة الله. فنبداو القصة ديالنا من هذا الحي الشعبي. فتنعرفوا بأن الأحياء الشعبية دائما تكون معروفة بكثرة المدمنين، يعني على الكحول وشرب الخمر، المدمنين على تناول المخدرات. فهذا الحي كان معروف بأنه فيه عائلات كاملة خارجة عن القانون، عائلات من مدمني المخدرات وشرب الكحول، ومن الناس اللي دائما تتخاصموا وتتعداو على الآخرين. فحتى أن السكان ديال الأحياء المجاورة والقريبة لهذا الحي ما كانوش يقدروا نهائيا أنهم يدخلوا لوسط هذا الحي، لأنهم كانوا يخافوا من الأشكال ومن الناس اللي ساكنين في هذا الحي، رغم أن هذا الحي فيه الأغلبية الساحقة من الناس، وناس صالحين وناس يعني مؤمنين، ولكن القلة أو لا حوتة تتخنز. فالمهم هذا الشاب اللي غادي نحكي القصة ديالو تيسكن في هذا الحي، تيسكن في بيت اللي فيه تقريبا 6 ديال الإخوة والأب والأم. فالأب ديال هذا الشاب هذا كان من مدمني الكحول، كان دائما بعد ما تيرجع من العمل ديالو تيجلس في الباب ديال البيت وتيحط يعني تينزل القرعة أو لا القنينة ديال الكحول وتيشرب الكحول. ويعني حتى أن الكلام ديالو دائما كلام نابي، كلام ساقط. الناس اللي ساكنين في هذا الحي ولاو تيعرفوا يعني أنه إنسان بهذا الشكل وما عنده حتى حاجة تغير فيه، ما يمكنش تغيره، فهما ولاو تيتجاهلوه، وهذا الشيء ما كان. فالمهم الأبناء ديالو حتى هما بداو تيمشيو على الخطى ديال الأب ديالهم، لأنهم أولا ما قراوش، ما دخلوش للمدارس باش يتعلموا العلوم ويتطوروا في الحياة ديالهم، بقاو أميين جهلة ما تيقراوش ما والو. يعني حتى أنهم مشاو على يعني الخطى ديال الأب ديالهم في تناول المخدرات وفي شرب الخمر، وهذه المسألة جاتهم عادية لأنهم ترعرعوا وترباو في واحد الأجواء اللي هي بهذا الشكل. فالمهم دازت أيام وسنوات، الوليدات ديال هذا الرجل هذا المدمن هذا بداو تيكبروا، وكان أكبرهم سنا هو يعني عنده واحد البنية عضلية، وكان طويل، عنده طول فارغ، كان قوي. حتى أن الأصدقاء والأقران ديالو والناس في الحي ما بقاوش تيقدروا على المواجهة ديالو، تيخافوا منه فعلا. فهذا الشاب هذا أخذته الجرأة أنه ولا يستغل القوة ديالو أمام الناس. فهو مثلا إلى ركب في الطاكسي ما تيخلص نهائيا، ولا مشاكل مثلا وجبة من الوجبات السريعة في محل من المحلات ما تيخلص، وتيخافوا أنهم يطلبوه أو يطالبوه باش يؤدي الواجب اللي عليه. فالقوة ديالو كانت تخلي الناس يخافوا منه. فمرات سنوات وهذا الشاب تيمارس الحياة ديالو بهذا الشكل بالنسبة ليه بشكل طبيعي، حتى أنه في يوم من الأيام ربما مل من هذه الحياة وفكر أنه يبدل الحياة ديالو إلى الأفضل، وقال اش غادي ندير، غادي نمشي نهاجر لإيطاليا. هنا فعلا خذ القرار بأنه يمشي يهاجر لإيطاليا. كان تيمشي لواحد المرسى، هذه المرسى كانت فيها التجارة أو لا كانت تدخل لها البواخر اللي تجيب السلع من أوروبا. فهو بدأ يتربص لهذه السفن باش أنه يغادر أو لا يهاجر البلد في اتجاه أوروبا، خاصة وأنه ما عندوش الإمكانيات المادية باش يسافر بطريقة طبيعية وبصورة قانونية. كان تيمشي للمرسى وتنتظر حظه، يعني أنه ربما يلقى فرصة باش يتسلل لإحدى البواخر أو السفن التجارية. وفعلا بعد أيام من المحاولات كان دائما تيمشي في الليل وتيتربص لهذه السفن.
بعد أيام فهو تمكن أنه يدخل إحدى السفن التجارية وتمكن أنه يمشي لإيطاليا مباشرة. هذه السفينة تجارية كانت غادية لإيطاليا مباشرة. هذا الشاب بعد ما وصل لإيطاليا كان فرحان بأنه وصل لهذا البلد اللي يمكن أنه يتغنى فيه. فالمهم كان من المنتظر أنه يشتغل بحاله بحال الناس ويوفر أموال كثيرة ويصيفط أو لا يرسلها للعائلة ديالو الأسرة ديالو اللي كانت فقيرة ومحتاجة ليه. ولكن هذا الشيء كامل ما كان منه حتى شي حاجة. فهو فكر أنه يربح أموال كثيرة وبغى يعيش بنفس النهج ونفس الحياة اللي كان عايشها في المغرب. فهو بدأ يستغل بعض الشباب لأنه بغى يربح أموال بدون ما يبذل حتى مجهود، لأنه مستانس أنه ما تيشتغلش. الحياة ديالو دائما كانت على السرقة واعتداء على الناس وأكل أموال الناس، هذه هي الحياة ديالو، وحتى بيع المخدرات. فالمهم في إيطاليا بغى يبيع المخدرات، فهو استحوذ أو لا سيطر على واحد الشباب، واحد القلة ديال الشباب اللي هما أصلا ما عندهمش الأوراق ديال الإقامة، كيف ما هو حتى هو ما عندوش الأوراق ديال الإقامة، لكن هذيك القوة ديالو والبسطة ديال الجسم اللي عطاه الله سبحانه وتعالى استغلها ضد هاد الشباب. فهو بدأ تعطيهم المخدرات، تعطيهم كميات من المخدرات وتيمشيو يبيعوا، وفي المساء تيرجعوا ليه بهاد الفلوس والمداخيل اللي صوروها، وهو تعطيهم واحد الفتات من هذاك المدخول. ففي يوم من الأيام هاد الشباب اللي كان مستغلهم غادي يتفقوا عليه بعد ما شافوا بأنه تيستغلهم لواحد الدرجة كبيرة. هنا طالبوه أنه يعطيهم الأموال ديالهم، فهو بالقوة ديالو والجبروت ديالو وبهذيك الفرعنة اللي عنده فهو واجههم بالقوة. هنا غادي يتجمعوا عليه وغادي يعطيوه علاش يدور، غيعطيوه واحد القتلة ديال العصا حتى أنه غاب عن الوعي. فالمهم الشرطة الإيطالية جات لعين المكان ولقات هذا الشاب ساقط على الأرض وفاقد الوعي، وداوه للمستشفى، أقرب مستشفى بهذه المدينة. المهم فغابت الأخبار ديال هذا الشخص، هذا الشاب، منذ هذا الوقت. فالعائلة ديالو في المغرب بداو تيسولوا بعد ما انقطع الهاتف أو انقطع الاتصال بينه وبينهم هاتفيا، مرات تقريبا شهور ما بقاش تيجاوب في الهاتف. فهم بداو تيبحثوا عليه، تيسولوا بشتى الطرق رغم انهم ما عندهمش امكانيات. تيسولوا الناس اللي ساكنين في ايطاليا، فين ما لقاو شي واحد ساكن في ايطاليا تيسولوه وتيطلبوه انه يبحث لهم على الاخ ديالهم. ما كاينش وسيله او ما كاينش الامكانيات الماديه باش واحد من الخوت غادي يسافر لايطاليا باش يسول على الاخ ديالو. فالمهم بداو تيسولوه حتى جاهم خبر بعد تقريبا 6 شهور بان الاخ ديالهم مات في ايطاليا. فهنا المهم غادي يديروا هذيك الخيمه ديال العزاء، نصبوا خيمه عزاء امام البيت، وبداو الناس تيجيو لعندهم وتيعزيوهم. تيجيو الناس من البوادي، تيجيو الناس من الجيران ديال هذا الحي، كل شيء تيجي تيعزي في هذا الابن ديالهم الاكبر، لانه اصلا غاب عليهم تقريبا 1 سنة ونص، ومنها اكثر من 8 شهور الاتصال الهاتفي كان مقطوع نهائيا، ما كاينش شي اخبار عليه ابدا. فهنا تلقاو التعازي ديال الناس تقريبا 3 ايام، والناس تيجيو تيعزيو فيهم. علاش؟ لان الابن ديالهم اللي مشى لايطاليا مات. فالناس في الحي في الوقت اللي شافوا الخيمه ديال العزاء عرفوا بان الابن الاكبر اللي مشى لايطاليا ديال هذه العائله فهو مات او لا فارق الحياه. فالمساله ولات مساله عاديه ان فلان مات الله يرحمه. فالمهم بعد هذا العزاء العائله والناس الجيران تاكدوا بان الابن الاكبر ديال هذه العائله مات في ايطاليا وفقد الحياه. فتقريبا بعد مرور 2 شهرين على هذا العزاء غادي يظهر هذا الشاب هذا في صباح احد الايام، غادي يبان بانه جاي داخل الدار ديالهم. شافوه الناس الجيران بانه جاي داخل الدار. هذا الشاب نفسه اللي مشى لايطاليا حارق واللي تلقاو العائله ديالو الخبر بانه مات وفارق الحياه.
رجع أخيرا من إيطاليا. العائلة ديالو تصدمات لأنها كانت تلقات العزاء، الأقارب ديالو تصدموا لأنه كانوا تلقاو العزاء، حتى الناس ديال الحي والأصدقاء في الحي تصدموا لأنهم كانوا عرفوا أو جاهم الخبر اليقين بأن هذا الشاب هذا مات وفارق الحياة في إيطاليا. فالمهم شكون اللي خلى هذا الشاب يقطع الاتصال بينه وبين العائلة ديالو هنا في المغرب؟ فالخبر الصحيح فجاء هذا الشاب وحكى للعائلة ديالو هو أنه بعد ما حملته الشرطة الإيطالية للمستشفى وداروا الأبحاث ديالهم عرفوا بأنه من مروجي المخدرات، وهنا كان عليهم أنه بعد ما تشافى تقريبا بعد مرور 15 يوم بعد ما تشافى غادي يديوه للسجن اللي غادي يقضي فيه تقريبا 8 أشهر. هذا الشيء اللي خلى أن هذا الشاب ما كانش يتمكن أنه يتصل بالعائلة ديالو، إضافة إلى أن هذيك الضربة اللي جاتو في الراس واللي على إثرها داوه للمستشفى أثرت فيه لمدة طويلة، فهو ما كانش عنده واحد التركيز كافي أنه يحاول يسول ويحاول بشتى الطرق أنه يتصل بالعائلة ديالو. ولكن هذا الشاب رغم أنه رجع من إيطاليا ما ماتش، رجع على قيد الحياة، رجع لأحضان الأسرة ديالو لأحضان العائلة ورجع لعند الأصدقاء ديالو، إلا أنه بقى يعاني بزاف، بقى يعاني من الضربة اللي دخل على إثرها للمستشفى. ربما كانت هذيك الضريبة ديال الاعتداءات وديال بيع المخدرات وديال قطع الطرق على الناس، ربما كانت هذيك هي الضريبة اللي كان عليه أنه يؤديها. وصلنا لنهاية هذه القصة، ما تنساوش دعم القصة، الضغط على زر لايك باش أنها توصل لأكبر عدد من المتابعين، لأنها قصة فيها عبرة. إلى اللقاء.